الرحمن الرحيم. ده الفسيخ ني قبل ما يتعمل، اللي هو السمك البوري. ده ايه؟ سمك بوري. الكيلو 3 وحدات. انا غسلته كويس جدا اهو، وجايبه اي قماشه مش محتاجاها، بنشفه كويس قوي اهو. لازم من جوه بغسله من هنا، من تحت الخياشيم كده بفتحه واغسله وانشفه كمان من هنا لحد ما يبقاش فيه ميه خالص. تمام. وابدا اعمل ايه واحده واحده. انا دلوقتي نشفت الفسيخ كويس اهو، حطاه على فوطه ينشف، وجهزت الملح اللي هو الخشن ده، شايفينه معايا واضح. وده كركم، ده كركم العادي بتاعنا. طبعا انا كنت مجهزه التمليحه اللي هي الكركم والملح وشطه، بحط شطه كمان عشان ايه؟ الدود يموت، لو في حاجه يموت من الشطه. تمام. ببدا اهو، باجي في النخاشيش بس كده بملاها بملح كده، واضح معايا اهو. بس كده، ده اللي انا بعمله. تمام اهو، واحده واحده. جيب كيس ابيض شفاف عادي اهو، مش اسود ولا حاجه، اروح رشه فيه كميه ملح بالكركم مش كتير، وابدا اجي بالسمكه ارصها واخلي فتحتها لفوق كده، والتانية عكسها، اخلي عند الديل احط ايه الناحيه التانية برضو فتحتها لفوق كده النفاشيش، والتالتة جنبها كده كده، التلاتة جنب بعض اهو. ببدأ رق تاني كمان ملح. بعد كده اهو 3 سمكات. تمام. بروح قافلة كويس قوي، مخليش يدخلوا هوا اهو، بقفل كده لحد ما الهوا ايه ما يبقاش فيه، بربطه كويس جدا. الكيس جوه كيس لحد ما يبقوا معايا 5 اكياس مربوطين كويس او مربوطين كويس كده اهو، على قد ما اقدر الف كده، وده كيس كمان. تمام. بعد كده لفيته في 3 4 اكياس. اخر كيس حتى لو ما عنديش الا كيس اسود مش مشكله، ما هو من بره. ادي اخر لفه. لو عندي استرتش بلفها باسترتش كويس قوي، ما عنديش برضه بفضل احط في اكياس لغايه ما اربطها كمان كيس، لغايه ما يبقوا ايه 6 7 اكياس جوه بعضيهم كده. اخر كيس اهو بربطه جامد، ومش شرط احطه في صندوق او في علبه او في كرتونه، لا ممكن احطه فوق قطعه المطبخ من فوق. طالما الكميه قليله بروح حطها فوق قطعه المطبخ، برميه كده فوق، طالما مفيهوش هوا عمره ما يعمل حاجه. وكل يوم من يوم للتاني اروح ايه قلبه كده، اسبوع بالظبط ان شاء الله نفتح عليه. وبالهنا والشفا.